انا جيت من مصر للبرتغال مخصوص عشان البتاعه دي. انا هنا كنت واقف في النقطه الفاصله ما بين البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلنطي او الاطلسي. هو الاطلنطي ولا الاطلسي؟ ما علينا. زي ما انتم شايفين كده الجو لطيف وشكلي روسي، بس انا دلوقتي في انجلترا او في ليفربول. هم هنا ما بيعتبروش نفسهم انجليز. ولو عدينا شويه الميه اللي هنا دول ووصلنا للارض اللي هناك دي هنكون في مدينه طنجة المغربيه. كانك في الاسكندريه، كأنك في البومبونيرا. ده بيعزف حبيبي يا نور العين يا جدعان. اهلا بكم في فلوج جديد من اندلسيا. الفيديو ده اتصور في المغرب ولبنان ومصر وهنا في جزيرة بالي في دولة اندونيسيا. لو ناوي تيجي على بالي قريب تعال اقول لك تاكل فين. This is a gift for you as well. Oh, thank you. It's from Egypt. It's Queen Nefertiti. It's lovely. مساء الخير عليكم، أنا ريم الأنصاري ودي بودكاست في عالم موازي. في البودكاست دي دايما هيكون معانا شخصية قدرت تحقق توازن في حياتها وتوصل لمرحلة معينة من النجاح والشهرة في مجالها، ومن خلال البودكاست دي هنعيش معاهم أفكار ونقاشات من عالم موازي. ليه عالم موازي؟ عشان في العالم ده مفيش أقنعة، بنحاول نكشف عن الشخصية الحقيقية ورا الضيف اللي معانا. النهاردة الشخصية اللي معايا هي شخصية مثيرة للاهتمام بالنسبة لي وبالنسبة للناس كتير اللي بيتابعوه. هو شاب مصري لف العالم، ومش بس بيلف العالم كده زي بقية الترافلرز يعني، بس عنده ميزة انه هو بيعمل دعاية لمصر، بيدي هدايا تذكارية بسيطة للناس في الأماكن اللي هو بيزورها. معايا النهاردة رؤوف شريف. أهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. مبسوطة ان انت معايا النهاردة. انا اسعد، ربنا يخليكي. في البرنامج بتاعنا بنعدي على 5 محاور او 5 مفاتيح. هي دي المفاتيح بتاعة التوازن حسب الكتاب الأخير بتاعي. يعني ال5 مفاتيح دول هما الأفكار، لأن الأفكار عامل مهم جدا بيساعد الإنسان إن هو يكون يا إما متوتر قوي يا إما يكون مرتاح وقادر يوصل لأهدافه بشكل سهل أو أسهل. القلب، لأن طبعا القلب مهم، مشاعرنا بتحدد حاجات كتير قوي في حياتنا. الجسد لأن هو الوعاء اللي بيحتوي بقى كل الحاجات اللي عندنا دي. الأنا أو الإيجو لأنها مهمة جدا، يا إما بتدفعنا لقدام يا إما بتعطلنا. والبيئة المحيطة. البيئة المحيطة هي الحاجة اللي خارجنا اللي برانا ما نقدرش نتحكم فيها قوي، ولكن هي بتأثر علينا جدا في رحلتنا في الحياة. تمام. فهنعدي بقى بالمحاور ال5 دول. اختار لي بقى تحب تبدأ بإيه؟ واو. ممكن نبدأ بالإيجو مثلا. بالإيجو، حلو. أوكي. طيب انت بتسافر حتت كتير قوي، انت سافرت كام بلد؟ يعني حاجة و20 مثلا 22 23، مش رقم كبير قوي لاني برجع لاماكن انا زرتها اكتر من مرة، فمش بحاول ان انا ازور كل البلاد. لما بيعجبني مكان برجع له مرة واثنين وثلاثة، فعشان كده تلاقي الرقم مش كبير قوي زي الناس اللي بيشتغلوا شغلانتي يعني. بس بتتعرف على المكان بطريقة اعمق، يعني انت مش بتاخد الامور ترافلر من فوق الوش يعني. مزبوط. انت بتخش جوه وبتفهم الثقافه بتاعت الناس، بتتعامل معاهم اكتر. بص حضرتك، انا كاره جدا للاماكن السياحيه بشكل عام يعني. انا يعني ما بروحش متاحف، ما بروحش الاماكن اللي الناس التقليديه بالظبط، ما بروحش الاماكن اللي السياح بيروحوها بشكل عام. انا بحب الناس جدا يعني. مثلا كنت لسه بتكلم في الكنترول روم مع حد على اني لما رحت سويسرا مثلا ما انبسطتش، مع انها اجمل مكان في الكوكب كله يعني. الناس كلها بتتكلم في جمال سويسرا وكده، بس انا بالنسبه لي طبيعه الشعب اللي بتعامل معاه والمزيكا والثقافه والعيشه بتاعتهم بهتم بيها اكتر بكتير من المنظر نفسه. طيب انت بتعدي على ثقافات وناس كتير قوي قوي، ازاي بتبروتكت او بتحمي هويتك؟ لانه الناس لما بتختلط بناس كتيره قوي، ثقافات كتيره قوي، تنبهر بيها وتنغمس فيها، ساعات كتير قوي بيبقوا شبههم. بص اقول لحضرتك حاجه، انا عشت في امريكا 4 سنين، وكنت واخد عهد على نفسي كده اول ما رحت علشان ما احسش بالغربه قوي، ان انا احاول اندمج في الثقافه بتاعتهم بما لا يخالف يعني الطباع بتاعتنا والحاجات اللي احنا الخطوط اللي احنا حاطينها لنفسنا يعني. يعني قلت ان انا هتفرج على افلامهم، هسمع مزيكتهم، هفضل في الخروجات بتاعتهم بما لا يخالف الطباع بتاعتنا، التقاليد بتاعتنا او الحاجات اللي احنا متعودين عليها، علشان ما احسش بغربه وكده. والحمد لله بعد 4 سنين هناك الواحد عمره ما كان مصري للدرجه دي يعني. بس دايما يمكن كمان عشان انا كنت بنزل اجازات كتير،
فالواحد لما بينزل بيلاقي عيشته زي ما كانت، وبيشوف صحابه وبيشوف كل حاجه. عشان انا برضو ما سافرتش وانا صغير فما تاثرتش قوي. انما الناس اللي بتبقى اوريدي متربيه في كلتشر مختلف لما بييجوا مثلا مصر ممكن ما يندمجوش قوي بسرعه. انما المحافظه على حاجاتنا دي ما فيش اسهل منها. مجرد مكالمه تليفون مع حد من صحابي او مع حد من اهلي بترجعك لطبيعتك تاني يعني. بالظبط. بس بتهيألي البني ادم برضه لازم يكون عنده وعي شويه في الحته دي. مظبوط. يعني أكيد. لازم يكون واخد باله. أكيد. قصدي لانه أكيد. لانه برضه المغريات والحاجات كتير ممكن تخليك تنجرف أكيد. في هويه مش بتاعتك يعني. انا بشوف ان لازم البني ادم يكون عنده مبادئ ما تتاثرش بالبيئه المحاطه، بالبيئه اللي حواليه وبالناس اللي حواليه. لو كل اللي حواليك بيعملوا حاجه غلط وانت شايفاها غلط مش لازم تندمجي معاهم في الموضوع ده. الناس بالعكس بتحترم جدا لما انت تقولي لا انا مثلا ديني بيمنعني ان انا اعمل الحاجه الفلانيه، او انا ما بحبش اعمل الحاجه الفلانيه. فبالعكس الناس يعني بتحترم ده جدا وبتقدر ان انت مختلفه، طالما انت مش بتاذي حد ومش بتضايقي حد. مفيش حد هيجبرك على حاجه يعني. عارف النقطه دي مهمه قوي، ان الناس فعلا بره بتحترم جدا 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 الشخص اللي عنده هويه، الشخص اللي عايز يعني عنده فكره هو، مش لازم يعمل بالظبط عشان حاجه موضه او عشان حاجه ما كل الناس تعملها لازم يلا هي اعملها. فاهم قصدي؟ فدي حاجه، دي نقطه مهمه جدا. طب احنا لسه في الأنا، فانا عايز اعرف انت عندك فولورز، عندك متابعين كتير، ناس عندك كتير. ده اكيد حاجه برضو بتاثر على الانا او الايجو بتاع البني ادم، لما تحس انه ايه ده انا عندي ناس كتير بتحبني وناس كتير معجبه بيا. بتحمي نفسك ازاي برضو؟ مظبوط. بصي حضرتك، انا دايما بشوف انه انا يعني محظوظ جدا ان ربنا حطني في المكان ده، وبشوف ان كان ممكن ربنا يختار اي حد تاني يكون في المكان ده. فانا ما وصلتش لده بسبب ان انا جامد او بسبب ان انا تعبت او بسبب الكلام ده، غير بتوفيق ربنا. فانا دايما حاطط قدامي ان بالعكس ربنا مديك مسؤوليه فلازم تستخدمها كويس. احنا شئنا او ابينا يعني في ناس للاسف بتتخذ اي حد بيتفرجوا عليه كقدوه، فلازم نكون مخلين بالنا جدا من الحاجه اللي بننزلها، من الكلام اللي بنقوله، من الكلام ده كله. فدايما انا مش عايز اسرح بعيد عن السؤال، بس يعني ببقى واخد بالي جدا انه دي مسؤوليه، دي مش حاجه انا وصلت لها بشطارتي او بالكلام ده كله. انا ربنا حطني هنا لسبب ما، فانا بحاول ان انا اكون the best version of myself، ان انا اكون افضل نسخه مني من نفسي، علشان يعني بحاول لو مش هفيد الناس على الاقل ما اضرهمش بس. برافو. ده احساس بالمسؤوليه حلو. وعشان كده انت برضو المحتوى بتاعك مختلف، لانه بحس بيبان قوي شخصيه البني ادم وهويته ونيته في المحتوى. يعني بيبقى واضح. اوكي، طيب خلينا ننتقل لمفتاح تاني او محور تاني. تحب تروح فين؟ فكريني في القلب، في الافكار، في البيئه المحيطه، في الجسد اللي هو الوعاء. خلينا البيئه المحيطه. ماشي. البيئه المحيطه. طيب انت كان عندك منتور في حياتك؟ يعني منتور او بمعنى المستشار او المرشد، او يعني حد بيوجهك او حد بيديك دايركشن كده تروح فين؟ في كتير. اقربهم ليا عشان اكون صريح هم اصحابي، مش عايز اقول اسم حد فيهم علشان ما انساش حد. لا، مش مطالب اسم، بس عايز اعرف انت عندك الشخص ده. في اكتر من شخص الحمد لله، وكل واحد له ميزه. يعني الحمد لله اصحابي كلهم مش شبه بعض خالص، فباخد حاجه من كل واحد فيهم وهم اللي بيدفعوني لقدام. يعني اوقات بتبقي محتاجه اللي يزعق في وشك واللي يقول لك انك ماشيه في سكه غلط، واوقات بتبقي محتاجه اللي يطبطب ويقول لك انك لا انت تمام كملي. فببقى عايز اسمع من ده واسمع من ده واسمع وجهه نظرهم ايه، علشان في الاخر اخد الموضوع ده كله بالظبط. وهو ده اللي بيدفع الانسان لقدام، لان لو كانوا كلهم بيطبطبوا او كلهم بيزعقوا عمري ما كنت هوصل للي وصلت له. صح. واختيار برضو الاصدقاء او الدايره اللي حواليك دي من الحاجات اللي بتساعد قوي في ان انت توصل لاهدافك. مظبوط. طيب بما انك بتسافر كتير، فانا عايزه اسالك فين بقى الكومفورت زون بتاعك، او فين بتحس ده انا هنا كده، ده المنطقه الامنه المريحه بالنسبه لي؟ مصر مفيش غير مصر بصراحه. يعني الواحد مهما لف ومهما كان معاه اصحابه بره، يعني حتى لو قاعد مع مصريين بره مصر، الواحد عمره ما بيحس بالدفء والامان غير في بلده. يعني انا مش شخص بيحس بالغربة بسهولة، بس يعني دايما بيقولوا لو وقعت مش عايز اقع غير في بلدي، لو جرالي اي حاجة مش عايز حاجة تحصل لي غير وانا هنا، علشان عارف ان حتى لو اللي حواليا كلهم غرب هيعتنوا بيا،
لان احنا عندنا الجدعنه دي مش موجوده في اماكن مش يعني يعني من اجمل الطباع بتاعه الشعب بتاعنا ان بجد لو الواحد جراله اي حاجه بيبقى مطمن ان في حد هيلحقه. في للاسف ثقافات تانية كل واحد في حاله للاكستريم. يعني لما كان بيحصل لي حاجه حتى وانا في الجامعه كان بيبقى صعب جدا ان الاقي حد يكون معايا تعتمد عليه او حد بالزبط. تطلب منه المساعده. بالظبط. دي حاجه مهمه طبعا جدا جدا جدا، وفعلا دي حاجه في ثقافتنا واضحه جدا. انا عشت فتره بره برضو، دي حاجه من الحاجات اللي بحس ان هي موجوده ولسه موجوده بالزبط. مهما كنا بنقول لا مش والناس بتتريق ومش عارف ايه، بس لا اللي يجرب دي هيعرف قيمه دي والله العظيم. فكرت تعيش بره؟ فكرت. يعني انا اصلا لسه عامل فيديو من قريب ان انا قررت اهاجر لجزيره بالي لمده شهر علشان اجرب العيشه هناك عامله ازاي، اشوف علشان اصلا في صناع محتوى كتير عايشين هناك، علشان هناك العيشه لحد ما رخيصه والحياه بسيطه بسيطه وميسره وبتاع. بس لقيت نفسي في النهايه ان ما ارتحتش زي ما انا مرتاح هنا. مصر يعني بكل حاجه فيها الكومبينيشن ده كله على بعضه، يعني اللي بيبقى واخد على حاجه بيبقى مش عايز يغيرها. مع اني بسافر كتير وكده، بس يعني بصراحه ما ارتحتش في مكان زي هنا للعيشه. يعني الواحد بيحب يسافر كتير، انا ما بحبش اقعد في مكان واحد اكتر من شهرين 3 بالكتير، وبزهق بسرعه جدا سواء كنت في جوه مصر او بره. بس العيشه فين؟ المكان اللي برجع له على طول بلدي، البيت او بالظبط. طيب نروح حته تانية. ماشي. فين؟ القلب. طيب ايه هو مواصفات الشريك المثالي بالنسبه لك؟ واو. دي هتبقى اسئله محرجه. بس انا بالنسبه لي الصدق اهم صفه. الصدق اهم صفه، اللي هو ابقى واثق في كل كلمه بتطلع من بقها ايا كانت الظروف، حتى لو حاجه هتضايقني. الصدق، وان هي تكون بتحترمني. يعني سواء قدام الناس او واحنا بينا وبين بعض، لو فيها الصفاتين دول. وطبعا يعني في حاجات مفروغ منها التدين والكلام ده، بس انا بتكلم في الصفات الشخصيه، دول اهم 2. اوكي. طب انت من الشخصيات اللي بتفكر اكتر بعقلك ولا بقلبك؟ مؤخرا يعني انا عامه بحسبها. انا بحب دايما اجيب جورنال كده واقعد اكتب فيه كل حاجه، اهدافي والخطوات اللي انا محتاجها عشان اوصل للهدف ده، وايه الخطوات اللي في ايدي وايه الخطوات اللي مش في ايدي. انما ساعات كده انت بتحسبي حسبتك، وفي النهايه يعني الله يفعل ما يشاء يعني. فمش كل حاجه بتبقى بالورقه والقلم. بالورقه والقلم. ساعات بتمشي ورا احساسك اللي هو لا، انا حاسس ان الحاجه اللي انا بعملها دي مريحاني، حتى لو مش هي اللي هتجيب لي اكتر فلوس، او مش هي اللي ممكن تحقق لي طموحي على المدى القصير، بس انت شايفه ان في بوتنشال لحاجه كويسه على المدى البعيد. ايه اكتر حاجه اتعلمتها من السفر؟ ايه اكتر درس حسيت انه ده الدرس اللي انا احب اقوله للناس؟ يعني مثلا لو جبت لك حد وقلت لك علمه درس في السفر، ان اهم حاجه في المكان، يعني زي ما قلت قبل كده، الناس اللي فيه. وان كلنا بجد، هي جمله كليشيه جدا واتهرست كتير، بس احنا بجد شبه بعض في حاجات كتير جدا، مهما كان اختلافنا في الثقافه وفي الدين وفي الكلام ده. بس احنا في النهايه كل واحد بيبقى خايف على عيلته، كل واحد بيبقى يعني همه ان هو ينجح في حياته والكلام ده كله. احنا متشابهين في حاجات كتير، فمحتاجين نشوف التشابه ده ويبقى فيه تسامح اكتر ما بيننا يعني، ونتقبل الغير. يعني الواحد لما بيشوف حد مختلف عنه، اسهل حاجه ان انت تتريقي عليها او انك تقولي ان بالظبط. بس لما الواحد بيحاول يحط نفسه مكانه، يعني انا لما بشوف مثلا حد بيعمل حاجه غريبه عليا، بقول لو انت اتربيت تربيته وعشت في المكان اللي هو عاش فيه ومريت بالظروف اللي هو مر بيها، انت وارد جدا تكون بتعمل نفس الحاجه اللي هو بيعملها دي او اسوأ من وجهه نظرك. فما تحكمش على حد غير لما تكون شفت الصوره بشكل كامل، وانت مستحيل تشوفك الصوره بشكل كامل، مستحيل تشوف الصوره بشكل كامل، لان انت مش هو بالظبط. يعني حتى اقرب الناس ليا ما يعرفونيش بشكل كامل، ما يعرفوش اللي بيحصل اذا كان البني ادم بيفاجئ نفسه اصلا. بالظبط يعني بالظبط. فما ينفعش تحكمي على شخص، لانك مهما كنتي عارفاه مش هتعرفيه بالشكل الكامل. اوكي. فعدم الحكم على الاخرين وتقبل الاختلافات دي من اهم الدروس بتاعي. وان حضرتك تحطي نفسك مكان الشخص الاخر، وتحاولي تتخيلي أسوأ شيء ممكن يكون حصل له في حياته قبل كده، وتعذريه.
ايوه يعني كنت قريت في كتاب برضو انك لو تخيلت الشخص اللي مضايقك ده عنده فوق ال 80 سنه او طفل صغير هتعذريه، لان مفيش حد بيحكم على الناس الكبيره ولا الاطفال. فحاولي ان انت تتخيلي الناس ان هم اطفال او انهم عواجيز علشان تعدلهم. في حاجات كتير ممكن نعديها. تديهم اعذار مهم جدا الواحد يدي اللي حواليه تمثلهم العذر بالظبط. صح. طيب ننتقل لايه؟ تحب نروح فين دلوقتي؟ انت قلتي لي في وعاء في كمان الافكار وفي الجسد اللي هو الوعاء بقى اللي بيشمل كل الحاجات دي. خلينا في الجسد. طيب انت عندك طقوس صباحيه او مسائيه؟ انت من الناس اللي بتعمل حاجه معينه؟ انا بص حضرتك، لو ما رحتش الجيم اول ما بصحى بكسل ما بروحوش. يعني بحاول ان انا كمان علشان قدام الكاميرا وكده ان انا احافظ على منظري على قد ما اقدر. طبعا الحياه بتاخدنا في حتت كتير قوي غصب عننا، مش دايما بنقدر نحافظ على الروتين ده، بس بحاول على قد ما اقدر ان انا اول ما اصحى على طول اروح الجيم علشان احافظ على منظري. وفي نفس الوقت ان انا لو عندي فيديوهات مثلا بشتغل عليها، انا بحب اعمل فيديوهاتي بنفسي. ما بحبش حد يمنتجها لي، لان بحس ان هي زي الرسمه كده، حتى لو حد رسمها لي بشكل احسن هي مش رسمتي. ايوه بحس ان هي حاجه كرييتيف. انت اللي بتعمل كل حاجه انا المخرج والمنتج والمؤلف وكل حاجه. فلو بس ده ما بيعملكش دريننج؟ مش بيهلكك او بيتعبك؟ والله. واحيانا كتير كنت بجد بخش في مود مش كويس، خصوصا لما حضرتك تعملي كل الشغل ده وفي النهايه ما يطلعش المنتج بالشكل اللي انت عايزاه او نتيجته. يعني مثلا انا ممكن اعمل فيديو كويس قوي بس ما حدش يشوفه. فبعد الشغل ده كله والصرف والسفر واني منتجته وقعدت الساعات دي كلها وما حدش يشوفه، الواحد ساعات بيسال يحبط. انا بعمل كده ليه؟ بس بتفكري نفسك ان لا، ما في اللي بعده واللي بعده واللي بعده، وبتحاولي تفكري بشكل ايجابي ان في ناس، يعني حتى لو كانوا 10 افراد، في حد مستنيك تنزل حاجه ومستني يشوفك. فبس مش مهم كام واحد، المهم ان انت هتاثر في حياته ولو شخص واحد بس، والحاجه اللي عملتها دي في الاخر انا راضي عنها. بالظبط، دي اهم حاجه. انا سرحت عن النقطه اللي انا كنت بتكلم فيها في الاول. مشكلة خالص، كنت بقول ايه في الاول اللي هو الجسم، الروتين بتاعك. الروتين. بعد ما بخلص المونتاج بقى بحاول برضو ان انا اقابل اهلي، والدي كمان عشان اتكلم معاه في شغله وكده، عشان برضو اساعده في شغله وكده بعيدا عن اللي انا بعمله. وبس بحاول على قد ما اقدر ان انا اقسم وقتي بشكل كويس. بس الموضوع بيكون صعب. الموضوع بيكون صعب جدا. وبعد ما اخلص كل الفيديوهات اللي انا مصورها برتب للفيديو اللي جاي والسفريه اللي جايه. طب ايه الحاجات اللي هتكون مميزه ان انا اصورها؟ طب التايتل هيكون يشد الناس اصلا ولا لا؟ ما هو ممكن تبقى حاجه بالنسبه لي انا كويسه، بس لو كتبت العنوان ده مش هيشد الارقام دي ان هم يتفرجوا عليه. دي حاجه ممكن تكون يعني انا بس اللي مهتم بيها. فلازم برضو الواحد يكون شايف لو ما فيش جمهور للحاجه دي، طيب انا هعملها بس مش هصورها. يعني لو هعملها لنفسي مش هصورها. بس برضو مهم ان الواحد ما يمشيش ورا المشاهدات وخلاص، لان يعني كنت بتكلم مع حد ورا الكاميرا ان الواحد، عشان انا برضو ما باجي اكتب كتاب بقعد اقول طب حد انترستد اصلا يسمع يعني مثلا عايز اكتب كتابي الاخير عن التوازن، حد عايز اصلا يفهم عن التوازن بالظبط. فلقيت ان الواحد لما بيكتب حاجه مهمه بالنسبه له بتبقى فيها كم من الصدق والبراءه، هتدخل للقلب للشخص اللي هيقراها حتى لو ما كانش عدد كبير. بالظبط. وكمان يعني صدقة. انا كنت بقول لحد برضو ورا الكاميرا ان المشاهدات ما فيش اسهل منها، في طرق رخيصه كتير جدا بنشوفها طبعاً للاسف طبعاً. بنشوفها كتير سهل جدا تجيبي بيها مشاهدات، انما في النهايه هل انا هكون راضي عن نفسي؟ هل هارد مثلا ان اهلي يشوفوا الحاجه اللي انا بقدمها دي، او اولادي في المستقبل لو ربنا اكرمني وبقى عندي اولاد ان هم يشوفوا الحاجه دي؟ فلو الاجابه لا، انا مستحيل اعمل ده. فببقى دايما حاطط مبادئ لنفسي. في ناس كانوا بيقترحوا عليا ان انا اعمل حاجه معينه، كنت بقول لهم لا، يعني هتجيب مشاهده بس هخسر احترامي لنفسي وهخسر احترام الناس ليا، الناس اللي متابعيني وعارفيني كويس. فدي برضو حاجه مهمه جدا. طبعا في حاجات ممكن تكسب بيها في المدى القصير، بس بالزبط. في المدى البعيد بتخسرك برضو بالظبط. فلازم تبقى برضو انت اوثنتك او بالزبط. عندك يعني مصداقيه في اللي بتقدمه فعلا. بتحافظ على الروتين بتاعك ازاي وانت مسافر؟ بما انك
اصلا ما بتسافر كتير بحافظش ما للاسف. عندكش روتين. يعني لو ما فيش امكانيه ان انا اروح جيم كل يوم، لاني ببقى بصور كل ثانيه، لان كل ثانيه برضو بثمنها بسبب الفنادق والسفر الكتير ومش عارف ايه. فببقى مثلا بحاول ان انا اعمل رياضه في الاوضه اللي انا قاعد فيها، او ان انا اتمشى شويه او اعمل اي حاجه علشان احافظ على نفسي، وبرضو احافظ على صحتي النفسيه. لان يعني انا بشوف ان المهم من الرياضه انك يعني الافاده النفسيه من الرياضه اهم من الافاده الجسديه، لان بجد بتحسي ان انت عملتي حاجه مفيده في يومك طبعا، فبتديكي حافز بقيه اليوم ان انت تعملي الهرمونات اللي بالظبط. الدوبامين بقى اللي بالظبط كده بتبسطك، بتحسسك ان انت كمان عملت انجاز، عملت حاجه بالظبط. مهمه. فبحاول ان كل يوم يبقى في حاجه مفيده، لو مش رياضه يبقى اعوضها بحاجه تانية، علشان ما احسش في اخر اليوم ان انا ضيعت اليوم كده اونطه يعني. برافو عليك. طيب نخش على الافكار. ماشي. انت من شويه كنت بتتكلم عن ان الواحد ممكن يحبط، بالذات لما يكون بيعمل محتوى، يعني صانع محتوى، لان انت برضو محتاج الناس يعني تنتراكت معاك يعني. فبتتغلب على الاحباط ده ازاي، او بتظبط افكارك ازاي ان انت تقدر تقاوم حته ان انت يبقى عندك موتيفيشن او تقدر تكمل؟ دايما بفكر نفسي انا عايز اوصل لايه. انا كنت بتكلم مع حد ان احنا لما بنكبر كل شويه طموحاتنا واهدافنا بتتغير، والحاجه اللي كنا عايزينها من 5 سنين اكيد مش عايزينها دلوقتي، او ممكن نكون عايزينها بشكل مختلف. انا كنت دايما انا حاسس ان انا عندي موهبه في اني زي ما كان حد قالها لي برضو، اني اوصل لقلوب الناس الحمد لله يعني. اني اتعامل مع الناس اصلا. يعني من ضمن الفيديوز اللي انا بعملها اني بعمل انترفيوز مع الناس في الشارع وكده، لاني حابب جدا ان دايما يكون في الانتراكشنز الطبيعيه دي من غير سكريبت من غير اي حاجه، فبتبقى الموضوع ما تعرفيش ايه اللي هيحصل. بحب دايما الانتراكشنز دي. فانا كنت بقول لحد ان انا عايز اوصل لاني ااثر في حياه الناس، ولو لمده 30 ثانيه في يومهم، او يا ريت لو 30 دقيقه بس. لو مثلا حد بيمر بظروف مش كويسه وانا قدرت ان انا ارسم البسمه على شفايفه، دي بالنسبه لي بالدنيا وما فيها يعني. حتى لو مش هعمل حاجه عظيمه باني مثلا اكون دكتور او ان انا اعالج الناس من حاجه، لو قدرت ان انا كل واحد بطريقته في الحاجه اللي هو شاطر فيها. فانا بشوف ان لو الواحد عمل الحاجه اللي هو حاببها وعملها كويس، ممكن فعلا يأثر في الناس. فكلمه مؤثر دي اللي بقى بتستخدم عمال على بطال على اي حد، انا بجد عايز اكون مؤثر واثر في الناس بشكل ايجابي، لو مش بحاجه مبهره جدا، على الاقل ان انا ابسطهم وافرفشهم وانسيهم همومهم، لان الناس عندها هموم كتير جدا. يعني لما تكوني انت مصدر سعادته او مصدر من المصادر اللي بتلهيه عن مشاكله، دي حاجه بالنسبه لي جميله جدا. طبعا. وبرضه انت مصدر معلومات بالظبط. لان انا مثلا من الناس اللي بحب اسافر برضو، بحب اشوف دلوقتي بقى الوقت بقى قليل قوي، وزي ما انت قلت كل حاجه بقت غاليه قوي، فانت لازم تعمل البحث بتاعك والريسيرش بتاعك، والانفلونسرز اللي بيدونا معلومات عن السفر مهمين جدا. مظبوط. يعني انت بتحط هدفك قدام عينيك على طول عشان تفضل عندك العزيمه ان انت تمشي لقدام مهما حصل. بالظبط. عايز الناس تفتكرني يعني بعد عمر طويل، قصدي لو ما فدتهمش على الاقل ما ضرتهمش واسعدتهم ولو لثانيه. حلو. عرفت هدفك ده بقى ازاي، او وصلت له ازاي؟ وصلت له بالصدفه. انا مش عايز الت في التفاصيل كلها، بس يعني هو الموضوع بدا ملخص كده يعني. انا درست تمثيل مع البيزنس لما كنت في امريكا، وكنت حابب جدا، حتى اليوزر نيم بتاعي رؤوف دي اكتر، رؤوف الممثل. كنت حابب جدا فكره اني اكون ممثل وكده. ومشيت في الموضوع ده اكتر من 7 سنين، درست التمثيل في مصر وفي امريكا. لما بدات على السوشيال ميديا كان وقت الكورونا، كنت بس بتسلى وخلاص، وكان برضو عندي امل ان حد هيشوفني فيشوف فيديوهات التمثيل بتاعتي فامثل والكلام بالظبط. انما مع الوقت لما بين قوسين الشهره جت من سكه تانية، لاحظت اني حابب الشغلانه دي يمكن اكتر من التمثيل كمان، لان انا ان فول كنترول زي ما كنت بتكلم قبل كده. انا اللي بصور، وانا اللي بكتب، وانا اللي بعمل كل حاجه على مزاجي، فبقدر اوصل الرساله بالشكل اللي انا عايزه. صحيح بتبقى مجهده جدا انك تعملي كل الشغلانات دي، بس في النهايه بكون راضي عن العمل بنسبه 100%، لاني ما اقدرش الوم شخص تاني. انا اللي صورت وانا اللي منتجت وانا اللي عملت كل حاجه. انت مطلع العمل كله بالشكل اللي انت عايزه بالظبط. حتى لو الكواليتي بتاعته مش مبهره زي الحاجات اللي فيها برودكشن ضخم، في النهايه انا اللي عامله ده بتاعي، دي رسمتي. حتى لو مش عاجبه كل الناس، هي عاجباني انا. حلو. مبسوطه ان انت وصلت لهدفك حتى لو بالصدفه، وبتمنى لك التوفيق في كل حاجه بتعملها. ربنا يخلي حضرتك. ميرسي قوي ان انت كنت معايا النهارده.
خلصت رحلتنا، اتمنى ان الحلقه تعجبكم، والى اللقاء الاسبوع الجاي مع شخصيه جديده ورحله جديده في عالم موازي.